صباح الفل والياسمين على حبايب قلبي الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم مننا كل جديد. ناس كتيرة بتتكلم عن ان انا امنع العلف امتى بالنسبة للبط او الفراخ. مهم جدا ان انا اعرف ان مش اي وقت امنع فيه العلف مرة واحدة، لا، ده ممكن لا قدر الله يؤدي الى موت الطائر. طب انا بعمل ايه؟ ببدأ اقلله واحدة واحدة. بس بعد امتى؟ بعد ما الطائر يعدي شهر او شهرين لازم اديله كمية علف عشان يتأسس كويس. طيب بعدها ابدأ اخف العلف حاجة حاجة واحط بدايل مكانه زي العيش، زي الردة، ادي خضرة. كل الحاجات دي هتعوض شوية، بس ممنعوش مرة واحدة. بواقي البيت مهمة جدا برضو، كل ده ممكن ان انا احطه ليهم بحيث ان انا ما خليش الطائر يضعف معايا. طيب ممكن امنعه خالص امتى؟ ممكن على 6 شهور او 5 شهور. يعني انا من 4 شهور بدأت اقلل خالص العلف. طب هما دلوقتي مثلا عمرهم حوالي 6 شهور او اكتر كمان، يعني قربين على 7 شهور. فكل ده ان انا بعمل ايه؟ اول ما يوصل للسن ده، لا هو خلاص كده وصل لمناعة كويسة، اقدر فعلا اشيل العلف خالص. بس انا برضو بجيب لهم كل فترة، بس عشان يعني التكلفة ما بحاولش اجيبه كتير. فاحنا نشيله واحدة واحدة خالص لحد ما نمنعه ونحط البدايل التانية هنا. وان شاء الله باذن الله هتلاقي البط بتاعك تخن وربرب وبقى جميل، والفراخ بتاعتك باضت.